جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء، يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون، منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية. وجوه من الظل، حكايات جواسيس، يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. فضيحة روزنبرغ وأسرار القنبلة الذرية. البشرية بدأ في العام 45 وألف. يومي 6 و9 من غشت من تلك السنة ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بقنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. كانت المرة الأولى التي يستعمل فيها هذا السلاح الرهيب. قتل ما لا يقل عن 220 ألف شخص. أقل من شهر بعد ذلك في 2 سبتمبر استسلمت اليابان وانتهت الحرب العالمية الثانية. أثارت قنبلة هيروشيما وناكازاكي الكثير من الفضول والريبة من اكتساب الولايات المتحدة الأمريكية هذا السلاح المدمر الفتاك الذي لا قبل للعالم به. كان المعسكر الشيوعي الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي الأكثر قلقا وانشغالا والأكثر اهتماما بالوصول إلى سر هذه القوة الخارقة التي امتلكها الأمريكيون. ولم تمض سوى سنوات 4 حتى أعلن الاتحاد السوفيتي عن إجرائه تجربته الذرية الأولى. أثارت السرعة التي تمكن بها السوفيات من حيازة تقنية صنع القنبلة الذرية وإدراك السبق التكنولوجي الذي كان للولايات المتحدة الأمريكية أثار شكوك الأمريكيين. كانوا يظنون أن السوفيات استفادوا من خدمات عيون وجواسيس لهم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في المشهد الأمريكي ما يعزز ويقوي تلك الظنون والشكوك. في زمن الحرب العالمية الثانية وبعيدها كان للتيار الشيوعي حضورا ظاهرا في المشهد الأمريكي، وكانت المخابرات الأمريكية تنظر بتوجس إلى نشاط الشيوعيين وبشكل خاص إلى الشباب من الحاصلين على شهادات رفيعة في العلوم والتكنولوجيات الحديثة وقتها. ومن أبرز التقارير التي تغطي تلك الفترة تلك التي أعدت حول نشاط شاب يدعى جوليوس روزنبرغ، ثم لاحقا حول زوجته إيثيل. ولد جوليوس روزنبرغ في 12 من مايو من العام 18 وألف في نيويورك لعائلة يهودية. كان والده المهاجر من بولونيا مصمم منسوجات صناعية، وكانت أمه ربة بيت لم تدخل المدرسة قط، مهمتها تربية أبنائها ال5. تلقى جوليوس تعليمه الأول في المدرسة التلمودية ثم في السيوارد بارك هاي سكول. رفض مواصلة دراسته الدينية التي كانت ستجعل منه حاخاما، واختار الالتحاق بنيويورك سيتي كوليج من حيث تخرج مهندسا. لم يكن اختياره تلقائيا، وإنما لأنه بحصوله على دبلوم في الهندسة يصير بإمكانه الانضمام إلى فيدرالية المعماريين والمهندسين والكيميائيين والتقنيين، وهي هيئة نقابية مقربة من الشيوعيين. ولم يمر وقت طويل حتى وجد نفسه في قلب نادي ستاينميتز كلوب الذي يضم رابطات الشباب الشيوعيين، وصار يشاهد مناضلا يوزع المنشورات الدعائية ويشارك في المظاهرات والتجمعات الخطابية. أما إيثيل جرينغلاس، ذاك اسمها قبل الزواج من جوليوس روزنبرغ، فولدت مثله في نيويورك لأسرة يهودية في 28 من سبتمبر من العام 15 و2000. منذ صباها أبدت تفوقا في الدراسة، وتخطت لتفوقها ذاك عدة أقسام في الطور الابتدائي، ومثله تخرجت من سيوارد بارك هاي سكول. مباشرة بعد ذلك دخلت عالم العمل. عملت في إدارة إحدى شركات النقل البحري، وطردت من عملها ذاك بعد 4 سنوات بعد أن اتهمت بتنظيم إضراب عن العمل
وقيادة حركة احتجاجية شاركت فيها 150 امرأة كن تشتغلن معها. كسبت معركة قضائية ضد مشغليها، ثم إنها وجدت عملا أفضل بضعف الأجر الذي كانت تتقاضاه في شركة النقل البحري. تزوج جوليوس روزنبرغ إيثيل غرينغلاس مباشرة بعد حصوله على دبلوم مهندس. كان ذلك في العام 39 وألف. في تلك السنة كانت إيثيل من الموقعين على عريضة للحزب الشيوعي الأمريكي، وهو ما أخذ به جوليوس في العام 41 وهو على عتبة تسلمه مهامه في مصلحة المواصلات التابعة للجيش الأمريكي. كل المؤشرات تشي بأن الزوجين تحت مراقبة الأجهزة الأمريكية، كما كان وقتها حال كل من كان ينتمي إلى التيار الشيوعي أو تستهويه الشيوعية. ومع أن الزوجين جوليوس وإيثيل تركا نشاطهما في الحزب الشيوعي الأمريكي في العام 43 وألف بعد ولادة ابنهما الأول، فإن الاف بي آي بعث إلى المخابرات في العام 44 بصورة لبطاقة انخراط جوليوس روزنبرغ في الحزب الشيوعي. نتج عن ذلك أن طرد من وظيفته في فبراير من العام 45 وألف. كانت الإدارة الأمريكية منخرطة في حملة متكاملة الأركان للقضاء على الشيوعية في أمريكا. في سجلات هذه المرحلة في العام 46 وألف ما يذكر بلعنة إدغار هوفر الذي كان أول مدير للإف بي آي. 100,000 من الشيوعيين الأمريكيين مستهدفون. عاما بعد ذلك في 12 من مارس 47 وألف ألقى الرئيس هاري ترومان خطابه الشهير حيث دعا إلى احتواء الشيوعية. كل ما كان يصدر من مراسيم وتقارير يشي بأن الأمريكيين اكتشفوا متأخرين ربما عمق توغل الجواسيس السوفيات في المجتمع والمؤسسات الأمريكية الحساسة. أثبتت الدراسات وما اكتشف لاحقا أن السوفيات كانوا في العام 45 وألف يتوفرون على شبكة تجسس متكاملة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن تتوفر على مثلها في الاتحاد السوفيتي. تعتبر قضية روزنبرغ من فضائح التجسس الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب، ولا زالت جوانب في هذه القضية تثير بعض الجدل. كانت الوظيفة التي يشغلها جوليوس روزنبرغ في مصلحة المواصلات في الجيش الأمريكي ما جعله محط اهتمام خاص من المخابرات السوفيتية، وكان ماضيه بين الشيوعيين وفي صفوف التنظيمات النقابية المحسوبة عليهم مما يسهل استقطابه ثم تجنيده. من الروايات التي تناولت قضية روزنبرغ التي توصف أيضا بفضيحة روزنبرغ أن المخابرات السوفيتية اقتربت من جوليوس للمرة الأولى في العام 42 وألف في مناسبة الاحتفالات الخاصة بعيد العمال. كان المناخ الموسوم بتلك اللحظات التي يعدها الشيوعيون من الأقوى لديهم مناسبا للقيام بتلك الخطوة دون إثارة فضول أو انتباه. وفق تلك الرواية فإن جوليوس روزنبرغ صار في العام 44 جاسوسا سوفيتيا، بل إنه أشرف على تكوين العديد من الجواسيس الذين انتشروا في واشنطن وفي مناطق عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. في المتداول مما يخص هذه القضية تتوارى إيثيل روزنبرغ عن الواجهة، ولا تذكر إلا باعتبارها امرأة جوليوس روزنبرغ. الحرب الباردة تغشى بأجوائها كل شيء في العلاقات الأمريكية السوفيتية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حرب مكثفة على الشيوعيين والمصنفين تقدميين. المخابرات الأمريكية تلاحق كل من تشك في ولائه لأمريكا. في 15 من يونيو 50 وألف اعتقل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي آي رجلا اسمه دافيد غرينغلاس. كان ميكانيكيا سابقا في مصانع لوس ألاموس الذرية في نيو مكسيكو. لم يكن هذا الشخص
سوى صهر جوليوس روزنبرغ شقيق زوجته إيثيل جرينغلاس. ما أن أخضع للاستنطاق حتى اعترف دافيد جرينغلاس بأنه تلقى أموالا من جاسوس اسمه هاري جولد لقاء معلومات حول مشاريع مصنع لوس ألاموس. في مختبرات هذا المصنع أجريت العديد من التجارب داخل إطار البرنامج الذي أطلق عليه برنامج مانهاتن، والتي أفضت إلى صنع القنبلة الذرية الأمريكية الأولى. كان هاري جولد كيميائيا ورجلا من المخابرات الأمريكية قدم من خدماته لجهات تجسسية سوفيتية. في 16 من يونيو، يوما واحدا بعد اعتقال دافيد جرينغلاس، قبض على جوليوس روزنبرغ بناء على أقوال دافيد الذي اتهم صهره بأنه العقل المدبر لعملية التجسس التي افتضحت. ولكن الFBI أخلى سبيل جوليوس ساعات بعد اعتقاله، إذ لم تتوفر أدلة وحجج على صدق ما ادعاه دافيد جرينغلاس. ولم يسعى جوليوس إلى الهرب ولم يحاول. لم يكن مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالية يرون من سبيل لمعاودة اعتقال جوليوس إلا بتفصيل دافيد جرينغلاس للتهمة التي وجهها لصهره، حيث يقول إنه من دبر تسريب المعلومات حول الأبحاث الذرية الأمريكية. مقالات صدرت في الصحف الأمريكية لمحت إلى أن دافيد جرينغلاس كان يواجه ضغوطا كبيرة وتهديدا بترحيله إلى نيو مكسيكو لمحاكمته بغاية دفعه إلى البوح. في 15 من يوليوز 50-900 وألف، شهرا بعد اعتقاله، أدلى بتصريح مطول اعترف فيه بأن جوليوس روزنبرغ كان جاسوسا يعمل للمخابرات السوفيتية. يومين بعد ذلك، في 17 من يوليوز، ألقي القبض على جوليوس، وقيل إن نائب مدير الFBI ألان بيلمونت أمر بأن يلجأ إلى كل الوسائل لجعل جوليوس يتكلم ويعترف، بما في ذلك إقحام زوجته إيثيل في هذه القضية. في 19 من يوليوز، بعث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جي إدغار هوفر بمذكرة سرية إلى وزير العدل جي هوارد ماكغراث يشرح فيها الخطة التي ينوي اتباعها للحصول على الاعترافات. يقول: لا شك في أنه في حال أعطانا جوليوس روزنبرغ تفاصيل حول نشاطه التجسسي، فسيكون بمقدورنا أن نوجه تهم التجسس إلى أشخاص آخرين. من وجهة النظر هاته، فإن توجيه التهمة إلى زوجته سيكون له دور رافع. ثم أعلن في 11 من غشت 50-900 وألف عن إلقاء القبض على إيثيل جرينغلاس روزنبرغ. منذ 6 من مارس من العام 51-900 وألف، صار الزوجان جوليوس وإيثيل روزنبرغ يواجهان تهمة ثقيلة: التآمر والتجسس. وأضطرت المحاكمة التي أقيمت للزوجين تلك الأجواء المحمومة التي طبعت ملاحقة الحمر الشيوعيين، بل إن هيئة المحكمة تشكلت من شخصيات معروف العداء الذي تكنه للنشطاء الشيوعيين، وكان جوليوس وإيثيل من بين أولئك لفترة. ولذلك ظلت هذه المحاكمة مثار جدل، وظلت الشكوك تحوم حول إقحام إيثيل في هذه القضية. وتناولت مقالات عديدة في الصحف المحلية والأجنبية هذه المحاكمة، تناولتها بالتعليق والتحليل وبغير قليل من الانتقاد أحيانا. وقيل الكثير حول خلفية تلك المحاكمة، ومن ذلك أن المصالح الاستخباراتية الأمريكية كانت بحاجة إلى إظهار قوتها وصرامة الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لكل من يحاول التجسس على برامجها الدفاعية والأمنية وغيرها لحساب جهات أجنبية، ولعلها أرادتها رسائل إلى من يستهويهم الفكر الشيوعي. استرسلت المحاكمة على مدى 3 أسابيع. حملت القضية اسم قضية روزنبرغ. كان جوليوس وإيثيل روزنبرغ المتهمان الرئيسان، وكان معهما آخرون أبرزهم دافيد جرينغلاس شقيق إيثيل، الذي تشير بعض الكتابات التي تناولت هذا الموضوع
إلى أنه ربما باتهامه صهره جوليوس صرف حقدا شخصيا تجاهه. كان أول من قبض عليه في هذه القضية، ولعله أدرك أبعاد الورطة التي وقع فيها حين قبل الانخراط في عملية التجسس لحساب السوفيات. ثم نطق بالأحكام. حكم على دافيد بالسجن 15 عاما، وحكم بالإعدام باستخدام الكرسي الكهربائي على جوليوس وإيثر روزنبرغ. على مدى 2 أمضياها في السجن، حاول الزوجان بلا جدوى استئناف الحكم الذي صدر ضدهما، وفي 19 من يونيو 53 بوشر تنفيذ حكم الإعدام. كان جوليوس ذو 35 عاما أول من أجلس على الكرسي الكهربائي وربط بإحكام، ثم أرسلت الصعقات القاتلة. لم يمر وقت طويل وجيء بإيثيل زوجته ذات 37 عاما وربطت على الكرسي الكهربائي وأرسلت الصعقات القاتلة. جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء، يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون، منهم من اختار سبيل الجاسوسية، ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية. وجوه من الظل، حكايات جواسيس، يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.